السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات ولمسات أسماء المراكشية. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. جيتكم بواحد شهوة دجاج محمر على الطريقة المغربية في واحد التعديل بسيط، غير أنا طيبته بطريقة الشيف بوراك التركي. ما نقول لكمش راه جا واعر 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 بزاف بزاف. عرفتي راه كنتمنى من قلبي انكم تجربوا، غيعجبكم بزاف بزاف. وكيف العاده كنتمنى انكم تشجعوا القناه وتشتركوا وتدعموا القناة بالإعجاب. ودابا نخليكم مع المقادير والطريقة وفرجة ممتعة، ونبدا على بركة الله. بالنسبة لهذا الدجاج كيف قلت لكم انا طيبته بطريقة ديال الشيف بوراك التركي، يعني الدجاج مدفون في الملح، ولكن ما كيجيش مالح. لحقيقة الدجاج كنديرو في الورق، ما كيجيش كونتاكت مع الملحه. المهم كيف تشوفوا هنا احتاجيت لثلاثه ديال الدجاجات من وزن ديال كيلو ونص، ما ديروش كتر. حاولوا ان الدجاج ما يكونش كبير، يعني ما يكونش 2 كيلو ونص، من الاحسن كيلو ونص. وشديته بطبيعه الحال كيف تتعرفوا طريقه الغسيل، كل واحد كيتغسل. انا كنغسلو بالملحه وسميتو الملحه والزنبوع ولا الحامض، تنغسلو مزيان 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 مزيان. من بعد كنشدو كنرقدو في سكنجبير، تنكتر سكنجبير مزيان والبصله كنشلضها وكنخليه فيها. وكيف تتعرفوا الدجاج خصو يتسقطر مزيان عاد نستعملوه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج 3 معالق صغار عامرين ديال الخرقوم عواد، 2 معالق صغار ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج او المروزيه او العطريه الدجاج فيمي اللي عندكم. غادي نحتاج معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه ديال القرفه، وغادي نحتاج واحد الكميه ديال الزعفران الحر. شديتو سخنتو وحكيتو هكا بنيتيه تولب على هذا الشكل هذا. وغادي نحتاج 3 ديال الضروس ديال الثومه. كيف تتشوفوا هنا عندي انا الثومه راها كبيره، يعني نتوما الا عندكم الحبات ديال الثومه صغار استعملوا 6 ديال الحبات ديال الثومه. وغادي نحتاج الربيع. ما تكثروش ربع، ديروا هي معلقه ما تكونش عامره بزاف، معلقه كبيره ديال الربيع كافيه. وغادي نحتاج معلقه كبيره ديال الزبده سبيسيال يعني ديال العبار. غادي نحتاج هنا بصله متوسطه حشتيتها حكيتها في الحكاكه. وغادي نحتاج معلقه كبيره ديال السمن المذوب، ماشي السمن الحار، السمن المذوب، يعني معلقه كبيره تكون عامره ديال السمن المذوب. وغادي نحتاج هنايا البابه ديال مصيره ونص، يعني حامضه ونص. البابه ديالها شديتها وقرطتها كيف تتشوفوا راه كتبان معسله. وهنايا العصير ديال حامضه كبيره. وغادي نحتاج هنا هذا واحد العصير ديال الحامض اللي مرقده فيه انا الحامض، يعني العصير ديال المصير، الحامض المصير. غادي نوريكم دابا باش كيف تندير ليه. هانتوما كيف تتشوفوا هذا هنا فين هذا الحامض هذا كنخليه انا غير الشهيوات، الدجاج المحمر، الطنجيه، المهم الحاجه ديال العشاقه هكا. هانتوما كيف تتشوفوا راه مصير مزيان. هذا المصير راه تقريبا دابا في هذه الوقيته غادي يكمل عامين. كنشد ديما كنحط داك العويد تماك وكنبدا كنهز، ما كنخشيش يديا. هانتوما كيف تشوفوا الحامضه راه مصيره على حقها وطريقها، غير بالملحه والحامض فقط لا غير. هانتوما كيف تشوفوا راه كيجي معسل شهوه منه، يعني ما نكذبش عليكم كيصرع الدجاج، كيصرع اللحم، كيصرع الطنجيه، كيجي واعر. وهذا العصير هذا هو اللي درتو في هذاك، هو اللي غنستعملو. شديتو هزيت منه شويه، حيد منه العلف ديالو وحطيته تماك، راه كيجي عرفتي تيجي كونفي كما تنقولوا معسل. الا بغيتو نتوما معتمين انني نصوركم طريقتي مراكشيه ديال المصير، كي تندير المصير خلوها ليا في لي كومونتير، وان شاء الله الا زعما تلقاتني الوقت نقادو لكم. هانتوما كيف تتشوفوا بالمعلقه راه كيجي كي شي كونفيتور، كيجي ثقيل وخاتر، يعني كيجي واعر الصراحه. انا نشلل ديك المعلقه
وهنا غادي نحتاج واحد البودغ، بودغ دي سميتها الفيمي. هذه كتباع، هذه فيها ريحه الفاخر، هذه فيها ريحه الفاخر، يعني كتعطي واحد النسمه ديال، هذه هي الاضافه اللي كاينه في الشرموله ديال الدجاج المغربيه اللي زدت، كتعطي واحد الاضافه ما نقول لكمش، كتصرع وكتجي زوينه واعره 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 بزاف، وراه متواجده بالنسبه للناس اللي في مراكش. انا راه شريتها من عند عبد الرحيم اللي في رياض الزيتون، اللي ديما تنقول لكم فين كاين. واذا كنتم مهتمين انني نصور لكم فيديو عند عبد الرحيم قولها لي، خليوها لي في لي كومونتير، نشوف ان شاء الله شي صباح ونمشي نصور عنده باش نوريكم ملي كنتقطع، حيت نتلقى بزاف الاسئله. هانتوما هاد القياس هذا راه شريتيه 10 دراهم، هي باش تشري قرعه كامل، القرعه ديالها الكبيره راه غاليه، لو ما الانسان كيشريه شوي شوي بالعبار وتيقضي غرض وصافي. هنا غادي ندوز نبدا في الشرموله على بركه الله. غادي نشد الحامض والمصير، البابه ديال المصير غنديرهم في مولينكس. انا هذه طريقتي، كنطحن الشرموله في المولينكس، وغادي ندير داك لو جو ديال العصير ديال الحامض المصير، وندير البصله، وندير الربيع. انا هنا ما غنديرش الدغميره، دونك غادي تجيني خاطره هاد الشرموله. هنا كنزيد العطريه كاملها، وبالنسبه لهاد البودره هادي غادي نستعمل غير شويه منها. وغادي نشد الثومه بعدا، غادي نشدها نقرضها هكا، ما نرميهاش هكاك صحيحه. انتما كيف تتشوفوا راه كبيره الثومه، ماشي زعما قلت لكم نتوما الا عندكم حبيبات الثومه صغار، يعني الدروس ديال الثومه صغار ديروا 6 ولا 7. هنا غادي نشد هذيك البودره ديال الفيمي، غادي ندير منها واحد شويه هكا، يعني واحد راس معلقه مقبقبه، شويه مقبقب، راس معلقه مقبقب. المهم ايوا، وغادي نشد هذيك الزبده وسميتو، حيت دابا بهذا الحال دوزتهم الميكرووند، الله يرحم لي الوالدين. ودوبتها فيه وصافي، ونزيدها على داك الخليط. ما كندير لا ما لا والو، غير العصير الحامض. وكيف لا تلاحظوا راه ما كايناش الملحه، حيت انا عارفه المصير ديالي مالح، عارفه السمن مالح، عارفه بان القزبور داك الربيع انا داك حطاه في الفريكو فيه الملحه، هي واحد شويه ماشي بزاف. دونك انا ما محتاجاش الملحه. نتوما الا عرفتوا مصيركم ناقص، عرفتوا المهم نتوما عاد عرفوا داكشي ديالكم ديال الدار، عرفتوه ناقص في الملحه، ديروا واحد القريصه الملحه. انا عارفه بان الملحه جاتني هي هذيك. هنا كنطحن في مولينيكس كيف تتشوفوا، كنطحن شرموله مزيان. ها هي من بعد ما طحنات تولي كي شي بيغي. ايوا صافي، هنا غنديرها في شي بول هكا فين نقدر نشرم الدجاج. ايوا نعذبوا شويه د الدجاجات. غنشد الدجاجه غنشرملها مزيان، ندير لها ماساج 5 ايطوال. عرفتوا حق الله ما كرهتكمش تجربوا هاد الدجاج، راه زوار زوار واعر واعر بزاف. هانتوما ندير الشرموله نديرها في كل شيء، يعني نديرها تحت الجلده، نديرها في الداخل. انتم ردوا البال، عقلوا على هنا فاش ندير هاد القاع اللي كندير فيه الشرموله. في الاخر الفيديو غادي تشوفوا من بعد ما الدجاج واجد، غادي تشوفوا الداخل كي تيبان بالعطريه، راه ما نقول لكمش، راه كتجي واعره واعره واعره. صراحه انا ما كرهتش، زعما تجربوا وتحطوا لي في التعليق ديالكم كي جاكم. هنا اللي فايت شايف طريقتي في ديك الدجاجه، كي شرملت الدجاجه الفيمي اللي كنت قديت في البدايه في الاول ديال القناه، كنخشي صبعي في الصدر هكا، وكنبقى نتوما شفتوا صباعي كي غاديين جايين، يعني انا كندير واحد البوش في وسط الصدر. هذاك البوش هو فين كندير تندخل ليه الشرموله
باش يجيني حتى هو بنين، يجيني داخله عليه الشرموله. هاد الطريقه جربوها وردوا عليا، ما كيجيش تجي شرموله داخله حتى للصدر. ها نتوما شوفوا، كنخشي صبعي الكبير هكا، عاد نخشي دوك جوج صباع ونبقى ندي فيهم ونجيب فيهم، يعني كندير واحد جويب في الصدر فين نقدر انني نخشي الشرموله. هانتوما كيف تتشوفوا هاد الدجاجه مسكينه توقف عليا قدام سيدي ربي الدبده. بقات فيا. المهم انا كنوريكم داكشي كندير، ما كنديرو بلا زواق بلا والو. نتوما شفتوا يدي كيعمري بالشرموله، الدنيا خاص الدجاجه تشرمل مزيان وصافي. كنشرملها مزيان وصافي ونشرمل حتى الدجاجه حتى هي نفس الشيء. انا زربت في الفيديو، لحقيتاش اصلا الفيديو جاني طويل وسميتو، وما بغيتش نفلت لكم شي حاجه، ما بغيتش انا نخلي شي حاجه في الكواليس. المهم الدجاجه الاولى راه باينه الطريقه مزيان كي درت ليها، وهي باش درت جوج دجاجات الاخرين. المهم هو انهم يتشرملوا مزيان، داكشي علاش ديك الشرموله خاطره باش تبقى مزيان مزيان مزيان، وشرموله فيها الحامض مزيان، يعني راه تيجي فتي بزاف هاد الدجاج. انا راه متيقنه غادي يعجبكم، غير جربوه على ضمانتي، غادي يعجبكم. جربوا غير الدجاجه الا ما طقتوش. صافي هانتوما الدجاج تشرمل، شتي الدنيا كي دايره. هانتوما شرملتو. غادي نحيدو من هذيك حيت جاتني صغيره، يعني بالدرع باش كملت فيها هادوك. هنايا منين تنكتف، يعني كلشي كيعرف هاد القضيه. اللي بغى يدير الخيط يديرو، اللي بغى يدير هكا يديرها، يعني نتوما حرين. يعني الدجاج راكم عارفين هنا من العكس هادي سقات ديك البلاصه مضيقه. الاخرين دغيا داروا بسهوله. المهم نتوما كيف تتشوفوا راه كلشي عارف. اللي ما كتصدق ليش هاد القضيه هكا يديرها زعما يزير الدجاجه غير هكا يدير ليها الخيط، يعقد ليها رجلها بالخيط، ما كاين حتى شي مشكل. صافي هكا راه الدجاج ديالي واجد تشرمل مزيان. انا هادشي راه درتو بالليل على اساس الغدا، اش هاد الدجاج راه مشرمل بالليل على اساس باش نطيبو الغد ليه للغدا. صافي الشرموله ما تضيعش، نديرو عادي بكل عفويه. كرطو بسينه، تنحاول نبدا نزوق لكم في المونتاج وندير لكم داكشي الغالب والله راه ما كنعرفش ليه، هادشي اللي عطا الله. غنشد واحد القتيب هادوك ديال العود، ولا الا عندكم ديال الحديد، ونبقى نقبها مزيان كلشي. نورمالمون كون كنت غنطيبو بالمرقه، هاد المرحله غادي نخليها حتى يكون طيب، ونبدا كل ساعه ندوز من حداه ونقب. ولكن دابا هذا ما فيش المرقه، ولكن والله ما كرهتكم تذوقوه، راه كيجي واعر بجد. تيتقب مزيان راكم عارفين. صافي وغادي نشدو ندوز عليه، زعما نغطيه بالفيلم اليمونتير، نغطيه مزيان ونخليه في الثلاجه يتسارح، ماشي يتسارح، يترقد مزيان، يشرب شرملتو على قبل الغد ليه. صافي اش بغيت نقول لكم، ني ما عرفتش اللي بغى يديرو في شي بواطه ولا في شي حاجه، ما بغاش يدير غير هو الفيلم اليمونتير مزيان باش ما دارش الريحه في الثلاجه. هنا الغد ليه في الصباح جبت الدجاج ديالي وجبت الملحه. هنا الملحه هي فاش غيطيب الدجاج. هنا استعملت هاد الملحه هادي تقريبا خدات ليا
10 دراهم. هاد الملحه كدير درهم، كتباع في بيم درهم، يعني خدا ليا 10 منها. كنشدها هنا انا راه درت غير شويه، ما درتش الكميه كامله. نتوما تشوفوا هنا نوريكم الملحه اللي استعملت، النوعيه ديالها. هنا غندير الماء، غادي نجمع به الملحه. المهم عندي في هذه الملحه هو انني ملي نجي نديرها بيديا، نجي نجمعها كبيديا تجمع، يعني نولي نقدر انني نتحكم فيها. ما خصهاش تكون جاريه، ما خصهاش تكون عاوتاني تبقى ناشفه. هنا من بعد نتوما كيف تشوفوا يعني الملحه كي ولات، نقدر انني زعما نحكم فيها هكا. هنا غنجيب لك المقله الوجديه الكبيره، انا عندي الكبيره وغنستف فيها الملحه. غندير واحد الكميه نعمرها كامله ونستفها فيها هكا. ما تكتروش بزاف عاوتاني، ماشي تعمروها حتى الفوق، غير الارضيه فين نحط الدجاج. هانتوما شفتوا راه دغيا كيطراسا لاطراس ديال الصبع، يعني كتولي بحال شي عجينه. تتولي بحال شكل، كتولي بحال شكل الحرشه، بحال شكل هكا الحرشه اللي كنديروها فوق المقله، بحال هكاك. هنا تقبات ليا اللي ما ديت ليهاش البال. هنا الدجاج هانتوما راه صباح شارب، شرملتو مزيان وفتي. وهذه هذه السمن هانتوما كتشوفوا السمن مندوب. وغادي هدي شويه ديال التحمير، واحد المعلقه ديال التحميره، هذه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ماشي مشكل. عفوا. غادي ندوب السمن في الفريغو، سمحوا لي ندوب السمن في ميكرووند، نزيد عليه التحميره. من بعد غادي نزيد واحد شويه ديال هذيك الغبره فيمي. نتوما كي تشوفوا تيولي اللون حمر. اللي بغى يدير الهريسه في هذا الشرموله يديرها، غير انا ما كانتش عندي الهريسه محمضه. هنا شويه ندير واحد شويه هكا، نديرو في هذا السمن. عفوا. ونحرك هكا. صافي. ونجيب هنايا نشد الدجاجه. انا كنت غادي نشرمل الدجاجه هي الاولى نديرها في سميتو، ولكن حيت الدجاج بارد دغيا حطيت فوقو هذا الخليط هذا وهو يجمد ليا. كيف تشوفوا الزلافه راه فيها واحد شويه جمد من هنا، وليت رجعته حتى حطيته ديريكت فوق بابي، يعني فوق ورق الزبده. هانتوما كيف تشوفوا ندهن الدجاجه، درنا غير من الفوق وغادي نشدها. هادشي علاش قلت لكم ما تخافوش، ما تخلعوش تقولوا راه طيب في الملحه غيجي قاطع بالملحه، لا. هانتوما ونلوي الدجاجه هكا، نقمطها نقمطها مزيان. صافي. وهاد الدجاجه واجده. هانتوما راه عاوتاني دوبت هذاك الخليط في الميكرووند حيت الدجاج بارد دغيا بردو. اون فوا كنحطو فوقو كيجمد ليا. صافي ندهن بحال هكا. يعني الصوره راه واضحه كتشرح راسها براسها. نتمنى الناس اللي اول مره كيتفرجوا في لاشين ويعجبهم المحتوى، زعما الا عجبكم المحتوى، انا ما كنسيفش على شي حد انه يشترك معايا. نتمنى اللي يعجبو المحتوى ديال لاشين انه يشترك ويدعم القناه بتفعيل الجرس باش ديما يوصلوا الجديد ديالي. انا عارفه انني مقله ما كنحطش بزاف، يعني كيما تنقولوا فيديوهاتي عزاز، ولكن راه الغالب الله الناس اللي عارفيني من الاول انا مع الخدمه يلا كنصيب. المهم اللي قلتي راه كنشاركها معكم، هذا ما كان. وبالنسبه للناس اللي ديجا مابونين معايا، راه هذاك الجرس تيديزاكتيفا راسو،
يعني حاولوا مره الا كنتوا انتريسي وصلكم الجديد ديالي، عودوا فيريفيو ان الجرس راه مفعل. هنا كيف تشوفوا الدجاجه غادي نشدها، غادي نحطها على الصدر. انا هذه راه غلطت وحطيتها على الظهر، حيت ما بانش ليا من الورق واش الصدر ولا الظهر. مي هنايا صافي عقد. فهادي عقد. انا غنجي نقلبها. كنحط نتوما الا بغيتي تستعملوا شي طاوه طويله ولا شي حاجه اللي تزليكم الدجاج ماشي مشكل، انا ماشي نفرض عليكم هاد المقله، ديروا اي حاجه، طاوه اي حاجه. غير انا جاتني هادي قلت غتجيني مجموعه وحسن. هنا على الملحه ديالي زدت باقي داكشي اللي خاص، وهنا غادي نبدا كنديرها كنسلس. نبدا كنسلس فيها هانتوما، ونبقى غاديه كندير هكا، يعني كندير واحد الطبقه ديال الملحه. ما تقولوش راه غيجي مالح غيجي قاطع، لا، شي نهار ان شاء الله نشارك معكم واحد الدجاج كنطيبو ديريكت فوق الملحه، يعني ما كنديرش هاد الطبقه الفوقانيه وكنحط الدجاج عريان، يعني ما نديرو لا فقاغيط لا والو، وراه ما كيجيش مالح، بالعكس كيجي بنين وزوين. كنديرو بزاف هذاك في رمضان. هانتوما كيف تتشوفوا تنبقى غاديه بشوي انا كنبني. كنسلس في الملحه. هادي تسمى الدجاج المدفون. الطريقه ديال الشيف بوراك التركي راه معروف ومشهور في الفيسبوك يعني مشهور بزاف. هي الصراحه كطيب الدجاج مزيان. غير هو بحال دابا انا هذا راه خليته 3 سوايع في الفران، 3 سوايع في الفران باش طاب ليا. صافي هانتوما غادي تقلبوها بالنايه. سلسو مزيان. كنت انا هضرتي بيمشي ليا الصوت ما عرفتش علاش. استسمح. هانتوما كيف تتشوفوا يعني ندير واحد الطبقه وما يكونوش شقاق، يعني تكون كاملها ما يبانش الدجاج ما يبانش القاغيط، يعني تبقاو دوروا هكا وتفيريفيو وتشوفوا واش كاينه شي بلاصه هكا عريانه كتبان. هانتوما كيف تتشوفوا راه يعني تتفيريفيو مزيان انه ما بقى حتى شي بلاصه فيها شقه ولا عريانه. فريمون بغيتكم من قلبي انكم تجربوا هذه الطريقه، راه غتعجبكم. هو الشيف بوراك كيدير واحد التتبيله اخرى، انا درتو بطريقه مغربيه، يعني دجاجنا مغربي ولكن كتاكلوه بواحد لوغو غزال بزاف. غادي يعجبكم، انا متيقنه اللي جربوه غادي يعجبوه. لحقيتاش انا الناس اللي حطيت لهم صراحه ما كانش شي ضياف ولا شي حاجه، غير احنا بيناتنا، ولكن صراحه عجبهم بزاف. صافي هانتوما كيف تتشوفوا سلستو مزيان وندخلو الفران يطيب عندكم من 2.5 حتى 3 سوايع. انا الصراحه راه ما فيريفيتش الوقت مزيان ولكن على اغلبيه الظن 3 سوايع اللي خدا. هنا من بعد ما طاب هانتوما راه تيكون قاصح. وهنا جبت واحد المطيرقه درت لها داك بابي الومنيوم حقيتاش فيها ما يتشاف. ايوا صافي دق تنحيد تتبقاو كديروا هكا سميتو راه سخونه بزاف. شتوما كي تتشقق يعني
تتولي الملحه قاصحه. غير هو ردوا البال راه تيكون سخون 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 بزاف. عرفتو راه ما نقول لكمش الملحه شاده السخونيه بزاف وسميتو ما غير صبرت وصافي. يعني سخونه سخونه واحد الدرجه ما تصوروش ما تصوروش. نقول هاد البلاصه تكون بارده هاتي ولكن كلها كلها سخونه. هنا كنعاود بمعلقه لحقيتاش راه فريمون ما عتقد سخونيتها بزاف شاده السخونيه فوق القياس. هنا بغيت نوريكم الدجاج من الداخل راه كيجي طايب فتي. غير هو التحمر راه ما تيكونش محمر، تيكون بحال الدجاج ديالنا منين كيطيب هكا في القميله. من بعد خصو نتوما تقدروا تحمروه في الفران، انا ما حمرتوش في الفران، قليته في الزيت حيت يعجبني الدجاج. انا الدجاج هكا المحمر انا في نظري راه كيصرعوا الزيت، القليان في الزيت كيصرعوا بزاف. هانتوما كيف تتشوفوا راه فتي فتي بزاف. شتو راه طايب ومذاق ما نقولش لكم خيالي، مذاق غزال 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 ولكن سخون. راه شويه كدوب ديال اللي في يديا. بالنسبه لديك الملحه غادي ماشي ما صالحاش زعما ما تعاودش تستعمل، يعني استعمال واحد فقط لا غير. هانتوما كيف تتشوفوا يعني من قلب الحدث راه سخون واحد السخونيه ما تخيلوهاش، مع ذلك صبرت ليها. هانتوما كيف تتشوفوا. بالنسبه لديك الملحه الطريقه باش تخلصوا منها ديروها في شي سطل وكبوا عليها الماء وخليها تذوب راسها وصافي. هذه الدجاجه الاخرى وهنا منين شديت الدجاج تنقلي فيه عرفتيه جا يا سلام جا رائع جا غزال. وهانتوما تتشوفوا من الداخل ديالو. هنا كيف تتعرفوا ديما الا تنقليو الدجاج كنديروا شي هكا هاد الطريقه كنزمتوه في شي ميكا هكا ونغطيوه بزيف ولتحت دايره بابي كويزين باش يشرب الزيت ديالو. ها من بعد ما تحمروا الدجاجات بالثلاثه شتو كي قلت لكم القاع التشرموله اللي كندير في القاع كي تجيبوا راه ما نقولش لكم راه كيجي واعر واعر هاد الدجاج. خاصكم تجربوا. خاصكم تجربوا ضروري تجربوه راه كيجي واعر. وإلا عندكم ضياف راه يجيكم تحميرة الوجه. راه واحد اللوغو راه خيالي خيالي. وهنا في التقديم فاش بديت نقدمو قدمته مع خضر هكا مصوتيه خيزو شيفلور وبطاطا مسلوقه وقليتها وشرملتها تخريفينت اللي هي القرعه الخضراء كورجيت. ايوا هانتوما كيف تشوفوا الدجاج محمر على حقه وطريقه والمذاق يا سلام شي حاجه خياليه خياليه غادي يعجبكم. انا متقنه مليار في المليار. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. نتمنى تخليو لي التعليقات ديالكم وبطبيعه الحال تشتركوا في القناه. خليت لكم الراحه وبالسلامه.